ليش لازم نفتح موضوع العلمانية ومستقبل سوريا؟ يعني مش كافي الحرب والدمار والتقسيم اللي صار؟ وليش كل ما حدا حكى عن العلمانية بيطلع لك حدا بيقول لك بدكم تلغوا الدين؟ الموضوع أكبر من هيك بكتير. سوريا بلد متنوع فيها كل الطوائف والمذاهب والقوميات، وإذا بدها تقوم على فكرة الدولة الدينية، طيب أي دين وأي طائفة؟ وشو مصير اللي مش من هيدا المذهب؟ هون المشكلة الأساسية، لأنه وقت يكون الدين هو أساس الحكم بيصير في ناس درجة أولى وناس درجة تانية، وبيصير الاختلاف ممنوع. من وقت ما بلشت الثورة وبعدها الحرب صار واضح أنه الدين استخدم مش بس كإيمان شخصي بل كسلاح سياسي. وشفنا كيف صار في ميليشيات دينية، وكيف بعض الجماعات رفعت شعارات دينية لتبرير العنف والسيطرة. بنفس الوقت كتير ناس اللي كانوا متدينين بطبيعتهم صار عندهم نفور من فكرة الدولة الدينية، لأنه شافوا كيف الدين استعمل ليشرع الظلم والتفرقة. طيب، شو البديل؟ البديل هو دولة لكل السوريين، مش لدين معين ولا لطائفة وحدة. دولة علمانية بتحترم الدين بس ما بتحكم باسم الدين. بدك الحقيقة، الدولة الدينية وهم. الدولة الدينية وهم سياسي. دولة دينية وهم سياسي أكثر من أنه يكون حل حقيقي. ليش؟ لأنه كل تجربة لدولة دينية انتهت بمزيد من القمع والانقسام، مش بوحدة واستقرار. شوفوا إيران مثلا، شوفوا أفغانستان، حتى بالعراق بعد 2003 كل ما صار في تدين سياسي صار في انقسام أكثر، وبالتالي مشاكل أكثر. هيدا الشيء ما بيصير فقط بالدول الإسلامية، حتى أوروبا جربت الدول الدينية بالقرون الوسطى، وكانت النتيجة مجازر ومحاكم التفتيش، لحد ما وصلوا لفكرة الدولة العلمانية اللي بتحمي حقك تعبد يلي بدك اياه. سوريا ما فيها تقوم من جديد اذا كانت محكومة بدين واحد او طائفة وحدة. الحل انه يكون في نظام علماني مش ضد الدين ولكن ضد استغلاله بالسياسة. دولة بتعامل الكل مثل بعض، وبتخلي الإيمان موضوع شخصي مش مصدر للحكم. السؤال هون، إذا كل التجارب أثبتت أنه الدولة الدينية تؤدي لكوارث، ليش بعد في ناس مصرة أنه هيدا هو الحل بسوريا؟ قبل ما نحكي عن العلمانية والدولة الدينية، خلينا نرجع لورا شوي ونشوف كيف كانت سوريا قبل الحرب. بالمبدأ النظام السوري كان دائما يقدم حاله كدولة علمانية، أو بالأحرى شبه علمانية. يعني كان في فصل معين بين الدين والسياسة، بس بنفس الوقت النظام ما كان بعيد عن اللعب على وتر الطائفة لما يكون موضوع بيخدمه. لازم نذكر ملاحظة هون، بحسب الدستور السوري الدين الدولة هو الإسلام، ويستمد التشريع في الدولة من الشريعة الإسلامية. النظام السوري من وقت حافظ الأسد ما كان نظام ديني، بس ما كان علماني كمان. كان نظام أمني عسكري بيحكم البلد بقبضة حديدية. ما كان عنده مشكلة يستخدم الدين وقت اللي بيلزمه. يعني العلمانية اللي كان يحكي عنها النظام كانت أكثر شكلية من أنها تكون حقيقية، لأنه الدين كان دائما حاضر ولو بطريقة غير مباشرة.
من وقت ما بلشت الثورة السورية، النظام لعب ورقة الطائفية بطريقة كتير ذكية وخطيرة. حاول انه يخلي الحراك الشعبي يبين كأنه حرب طائفية مش انتفاضة ضد الاستبداد، وهيدا الشيء سهل عليه تجييش مجموعات معينة ضد مجموعات تانية. من جهة تانية، المعارضة كمان صار فيها أطراف متشددة دينيا، وبلش يظهر أكثر وأكثر خطاب ديني متطرف، خاصة مع دخول الجماعات المتشددة مثل الداعش والنصرة. هون بيجي سؤال كتير كبير: ليش الحرب السورية ما ضلت مجرد صراع سياسي ضد النظام وصارت حرب طائفية بامتياز؟ ليش؟ الجواب ببساطة هو التدخلات الخارجية. كل دولة عندها مصلحة دعمت طرف معين بطريقة عززت الطائفية أكثر. مثلا خود إيران دعمت النظام والأسد باعتبار أنه حليف استراتيجي لإلها، وبطريقة غير مباشرة دعمت الميليشيات الشيعية اللي زادت الشرخ الطائفي. عندك السعودية والقطر، دعمت الأطراف بالمعارضة، بس التركيز كان على الفصائل اللي عندها توجه إسلامي أو خلينا نقول المتشدد منها، بحجة مواجهة النفوذ الإيراني. تركيا دعمت بشكل مباشر فصائل إسلامية معينة، خاصة اللي عندها ارتباط بإخوان المسلمين. وهيدا كله خلق حالة من الحرب بالوكالة، اللي خلت الطائفية مش بس وسيلة تحريض، بل صارت أساس بالحرب نفسها. طيب، شو يعني هيدا كله لمستقبل سوريا؟ بعد كل هالحرب والانقسامات، هل في مجال نبني سوريا دولة مدنية علمانية، ولا انه الطائفية صارت امر واقع؟ وهل في حل اصلا غير العلمانية؟ هيدا اللي رح نحكي عنه بالحلقة. هلأ إذا بدنا نحكي بواقعية لازم نسأل: هل في دولة دينية بالعالم العربي أو حتى بالعالم كله نجحت فعلياً؟ خلينا ناخد أمثلة من الواقع بدل ما نحكي نظريات. عندك مثال إيران والحلم الثوري اللي صار كابوس. إيران من أكثر الأمثلة الصارخة على فشل الدولة الدينية. لما قامت الثورة الإسلامية ب 79، كان شعار الأساسي لا شرقية لا غربية، جمهورية إسلامية، وكأنه الحل لكل مشاكل إيران رح يكون بحكم رجال الدين. واليوم بعد أكثر من 40 سنة شو النتيجة؟ بلد محاصر بالعقوبات، اقتصاد مدمر، بطالة، فساد، ونظام قمعي بيقمع أي صوت معارض حتى لو كان من داخل التيار الديني نفسه. لا حرية سياسية، لا حقوق نساء، وحتى رجال الدين نفسهم صاروا جزء من المافيا تبع السلطة. عندنا كمان السودان اللي فيها شريعة ما جابت خبز. السودان جرب الحكم الإسلامي بفترة عمر البشير، وكان دايما يستخدم الدين كأداة سياسية، رفع شعار الشريعة. بس شو كانت النتيجة؟ بلد عاش حروب أهلية، انفصال الجنوب، أزمة اقتصادية خانقة، فساد منتشر بكل مكان، ونهاية مأساوية لحكم البشير اللي انقلبوا عليه حتى الإسلاميين نفسهم. والدليل الأكبر على الفشل، الشعب السوداني بالثورة الأخيرة طالب بحكومة مدنية مش دولة دينية. ما ننسى أفغانستان وقصة طالبان ونفس الدوامة. أفغانستان مثال كلاسيكي على كيف الحكم الديني ممكن يدمر الدولة. أول ما رجعت طالبان كانت الوعود إنه رح يكون في استقرار وأمان، بس شو اللي صار؟ تراجع حقوق النساء بشكل كارثي، الاقتصاد على وشك الانهيار، والعالم كله تقريبا مقاطعهم. مجتمع كامل رجع لورا عقود بسبب حكم متشدد باسم الدين. نرجع للعراق والطائفية بدل الدولة. العراق ما كان دولة دينية بالمعنى التقليدي، بس بعد 2003 صار الحكم بيد أحزاب دينية مدعومة من الإيران. النتيجة
بلد غارق بالفساد، محاصصة طائفية، ميليشيات مسلحة أقوى من الدولة، واقتصاد مترنح رغم أنه العراق واحد من أغنى الدول بالنفط. الدين هون صار مجرد أداة بيد سياسيين لنهب الدولة وتصفية الخصوم، بدل ما يكون وسيلة لتوحيد الناس. طيب ليش الدولة الدينية بتفشل؟ بصراحة الأسباب لا تعد ولا تحصى، بس رح اختصرها. أول شي عندك بصير القمع باسم الدين. الحكم الديني بصير بيفرض سلطته باسم الشريعة أو الإرادة الإلهية، وبالتالي أي معارضة بتتحول لكفر أو خروج عن الدين. تاني شيء الفساد المستتر بالدين، لما يكون الحاكم ممثل الله أو ولي الفقيه، مين بيقدر يحاسبه؟ ثالث شيء عندك الحروب والانقسامات. الحكم الديني عادة بيفرق أكثر ما أنه يجمع، لأنه كل طائفة أو مذهب عندها تفسير مختلف، وهذا الشيء بيخلق صراعات داخلية دموية. الاقتصاد بيدعو الله وما بيشتغل. الدولة اللي بتركز على الدين بدل التنمية بتنتهي بأزمات اقتصادية خانقة، لأن الشعارات الدينية ما بتطعمي الخبز. الحكم الديني ما جاب غير الفشل، القمع والانهيار الاقتصادي. إذا سوريا بدها تنهض، الحل مش بدولة دينية، الحل بدولة مدنية بتفصل الدين عن السياسة وبتحط المواطن وحقوقه قبل كل شيء. طيب ليش سوريا بحاجة لنظام علماني؟ بعد كل اللي صار بسوريا واضح انه اي نظام قائم على الدين او طائفة بتعمق الانقسامات وبيزيد الصراعات. العلمانية مش ضد الدين، بالعكس هي الحل الوحيد اللي بيضمن لكل الناس حريتهم بدون ما حدا يفرض معتقداته على حدا. خلينا نشرح كيف. لما الدولة بتكون دينية يعني انه طائفة معينة رح تكون مسيطرة، وهالشي رح يخلق تلقائيا شعور عند باقي الطوائف انهم مواطنين درجة تانية. وشفنا هالشي بوضوح بعراق بعد سقوط صدام، لما انتقل الحكم للأحزاب الدينية وصار كل شيء محكوم بالهوية الطائفية بدل المواطنة. نفس السيناريو شفناه بلبنان، لما النظام الطائفي خلى البلد رهينة لزعماء الطوائف بدل ما يكون في دولة المواطنة الحقيقية. بالمقابل العلمانية بتعامل الجميع كمواطنين متساوين بغض النظر عن دينهم، وهذا لحاله بيساعد بتخفيف التوترات ومنع أي طائفة من التحكم بالبلد على حساب طائفة تانية. لما الدولة بتكون علمانية هذا ما بيعني انه الناس ممنوعين من ممارسة دينهم، بالعكس بيكون عندهم حرية دينية كاملة، بس بدون ما الدولة تتدخل او تفرض دين معين او تمنع ناس من ممارسة دينهم. يعني المسيحي والمسلم والدرزي والعلوي وحتى الملحد كلهم عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، والدين الدين بصير مسألة شخصية مش سياسية. أما بالدولة الدينية فدائما بيكون في قمع لفئة معينة، سواء أقليات دينية أو حتى الناس اللي ما بتمارس دين بشكل معين. بإيران مثلا في رقابة وقوانين دينية بتفرض على الناس كيف يعيشوا حياتهم، وهذا الشيء مخالف لأي مفهوم عن الحرية الشخصية. الأمم المتحدة حطت بمادة 18 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان مبدأ واضح جدا، بيقول: لكل شخص الحق في حرية التفكير والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو معتقده، وحرية إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، سواء كان ذلك سرا أم جهرا، منفردا أم مع جماعة. بمعنى الثاني الدين خيار شخصي مش قرار الدولة،
وهيدا اللي لازم يكون بسوريا المستقبل، بلد بيحترم جميع المعتقدات بدون فرض أي منها بالقانون أو بالسياسة. العلمانية بتبني دولة على أساس المواطنة، مش الدين ولا الطائفة ولا العرق. المواطنة بتعني انه كل شخص بسوريا لازم يكون عنده نفس الحقوق بغض النظر عن خلفيته الدينية او القومية. اليوم في جزء كبير من السوريين حاسين انهم مواطنين درجة تانية بسبب انتمائهم لطائفة او لقومية معينة، وهذا الشيء مستحيل يخلق استقرار حقيقي. في مثال واضح جدا، تركيا قبل أردوغان. تركيا بعد سقوط دولة عثمانية قررت تعتمد نظام علماني، وخلال عقود قليلة قدرت تتحول لدولة قوية اقتصاديا وسياسيا مقارنة بجيرانها. لما اجت الأحزاب الإسلامية للحكم صرنا نشوف تراجع بالحريات والتوترات السياسية، وهيدا دليل على أهمية العلمانية لضمان الاستقرار. رح أعطيكم مثال تاني، إسرائيل. إسرائيل كمان هي دولة علمانية رسمية، على الرغم من كونها دولة يهودية في جوهرها، بس بقوانينها بتستند إلى العلمانية، لأنه إسرائيل تضمن لجميع مواطنيها حقوقا متساوية بغض النظر عن دينهم أو خلفياتهم. هذا الشيء بيشمل العرب، المسلمين والمسيحيين بالإضافة لليهود. إسرائيل تضمن حرية التعبير وحرية الأديان لجميع سكانها، مع وجود حدود في بعض القضايا المتعلقة بالتمسك بالتقاليد الدينية في بعض الأماكن. لكن بشكل عام المجتمع الإسرائيلي يستفيد من نظام علماني يضمن حقوق الفردية. رح أعطيك قائمة ببعض الدول التي تطبق العلمانية بشكل رسمي أو أنها تعتبر علمانية وفقا لدساتيرها. عد معي: أستراليا، أرجنتين، بلجيكا، برازيل، كندا، تشاد، تشيك، فرنسا، ألمانيا، هند، إندونيسيا، إيطاليا، مكسيك، هولندا، شوفي كمان نيوزيلندا، النرويج، برتغال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، ما ننسى دول اسكندنافية، عندك السويد، دنمارك، تركيا قبل التغييرات الأخيرة طبعا، كوريا الجنوبية، فنلندا، ودول كتيرة ومعظمها هي دول متقدمة صراحة. سوريا المستقبل ما فيها تتحمل نظام ديني جديد انه يزيد الانقسامات، ولا نظام استبدادي بيستخدم الدين كأداة للسلطة. الحل الوحيد هو نظام علماني ديمقراطي بيحترم كل الأديان، بس ما بيخلي ولا دين يتحكم بالدولة. إذا بدنا فعلا نبني بلد لكل السوريين، ما في غير العلمانية كطريق واضح للخروج من هيدا الدوامة. هون في سؤال كتير مهم بيطرح نفسه: هل المجتمع السوري مستعد للعلمانية؟ المجتمع السوري مثل كتير من المجتمعات في المنطقة عانت من سنوات طويلة من الهيمنة الدينية والتأثيرات الطائفية، خاصة في ظل حكم النظام السابق. وبالرغم من أن سوريا كانت تعتبر شبه علمانية في فترة معينة، إلا أنه الدين كان دائما جزء من المعادلة السياسية والاجتماعية. حاليا في جزء كبير من المجتمع السوري اللي ممكن يرحب بالعلمانية باعتبارها طريق للخروج من الصراعات الطائفية، ولكن في نفس الوقت في مقاومة فكرية من بعض الأطياف، خصوصا في المناطق اللي عانت من التدخلات الدينية في الحرب. الأجيال اللي نشأت في ظل التدخلات قد تكون متأثرة بالإيديولوجيات الدينية المتشددة، وهذا الشيء بشكل طبيعي بشكل تحدي كبير لتحويلهم نحو النموذج العلماني.
طيب كيف ممكن مواجهة القوى الإسلامية المتشددة اللي ترفض أي نظام غير ديني؟ القوى الإسلامية المتشددة تعتبر العلمانية تهديداً لأسس دينها وعقيدتها، وممكن أنه ترفضها بشدة. من هون مواجهة هيدا النوع من القوى يتطلب توعية مستمرة ونقاشات عقلانية لتوضيح أنه العلمانية لا تعني الإلحاد، لا تعني معاداة الدين، بل هي مجرد فصل بين الدين والدولة. بالإضافة أنه استخدام وسائل الإعلام ومناهج تعليمية لتوجيه الشباب نحو مفاهيم مثل المواطنة والتعددية يمكن أنه يكون له تأثير طويل الأمد. بس أهم شيء هون أنه تكون هناك استراتيجية توعية شاملة بتشمل رجال الدين المعتدلين وبعض القوى الفكرية اللي بتدافع عن الحريات الفردية. يعني ممكن هذا الشيء يساهم في تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة. لازم أذكر كمان هون أنه القوى الإقليمية ممكن تلعب دور كتير كبير سواء في دعم أو عرقلة العلمانية في سوريا. رح ركز هون على بعض الدول الإقليمية المهمة. عندك السعودية بشكل عام بتروج لتيارات إسلامية محافظة وتعتبر العلمانية تهديداً. دعمها للأحزاب الدينية في سوريا كان واضحاً منذ بداية الصراع، فهي ممكن أنه تسعى لعرقلة أي توجه علماني في المنطقة. ولكن في الآونة الأخيرة بدأنا نشوف أن السعودية عم تتحرك نحو بعض الانفتاحات التي قد تظهر تراجعا جزئيا عن هذا الموقف التقليدي، خصوصا بعد رؤية الأمير محمد بن سلمان للإصلاحات الداخلية في إطار رؤية 2030 التي بتتضمن بعض التعديلات في القوانين الاجتماعية والاقتصادية. رغم ذلك تبقى العلمانية في طليعة المواقف التي تعتبر معرقلة لرؤية المملكة المستقبلية في المنطقة. تاني دولة بدي أحكي عنه اللي ممكن تأثر على دعم أو عرقلة العلمانية في سوريا هي الدولة التركية. رغم أنه تركيا كانت مثالا للعلمانية إلا أنه سياسات أردوغان في السنوات الأخيرة شكلت تحديات. تركيا اليوم عم بتعيش في صراع داخلي بين التيار العلماني والتيار الديني. حزب العدالة والتنمية وأردوغان بيدعموا حركات وميليشيات إخوان المسلمين في المنطقة، مما يزيد من تعقيد المواقف التركي وبيعكس توجهات الدينية المتزايدة في سياساتهم الخارجية. خلينا ما ننسى قطر. في الواقع قطر تعتبر أكبر داعم للمتشددين في المنطقة، سواء من خلال دعمها لحركات إسلامية قوية أو تقديمها دعما ماليا ولوجستيا للميليشيات التي تروج لإيديولوجيات متشددة. هذا الشيء بيخليها واحد من أكبر المعرقلين لأي توجه علماني في سوريا، حيث أنه هي تفضل أنظمة حكم تتمحور حول الدين أو توجهات الإسلامية. أما إسرائيل قد تكون أكثر تفضيلا للنظام العلماني في سوريا، لأنه سيسهل إقامة علاقات مع حكومة ذات توجهات مدنية وديمقراطية، مما قد يساعد في تحسين الاستقرار بالمنطقة. الولايات المتحدة والغرب كمان لهم دور رئيسي. معظم الدول الغربية تدعم العلمانية كمبدأ أساسي في السياسة، ويمكن أنه تدعم الانتقال إلى نظام علماني في سوريا، خاصة إذا كان بيؤدي إلى استقرار سياسي وديمقراطي. لكن خلينا ما ننسى تدخلات الغرب قد تكون معقدة إذا كان الوضع بيهدد مصالحهم. الخلاصة، هل سوريا رايحة باتجاه مزيد من الطائفية ولا في فرصة للعلمانية؟ الوضع في سوريا حاليا يشير إلى حالة من التوتر الطائفي المستمر بسبب الصراع الطويل الذي دمر نسيج الاجتماعي والسياسي للبلد. رغم كل محاولات القوى الخارجية للتدخل وزيادة التأثير الطائفي، في فرصة حقيقية لبناء دولة علمانية إذا تم تبني مفهوم المواطنة بشكل شامل.
هذا يحتاج وقتا وصبرا، خصوصا مع التحديات الفكرية والاجتماعية اللي بيواجهها السوريين اليوم. ولكن إذا كان هناك إرادة سياسية وفكرية حقيقية، فبالتأكيد هناك فرصة للخروج من الطائفية نحو علمانية. لحتى نخلق بيئة مؤهلة لقيام دولة علمانية، في عنا شوية خطوات لازم نقوم فيها. أول شيء التعليم والتوعية، إرساء مفاهيم العلمانية والمواطنة في نظام تعليمي سوري من خلال تطوير مناهج تعليمية بتركز على التسامح، على التعددية وحقوق الإنسان. ثاني شيء حوار مجتمعي، إطلاق حوارات مفتوحة بين جميع أطياف سوريا، يتضمن النقاش حول كيفية بناء دولة مدنية تحترم حقوق الجميع وتضمن المساواة بين الطوائف. الثالث شيء لازم وضع دستور جديد يعزز من العلمانية وبيأكد على فصل الدين عن الدولة مع ضمان حقوق الجميع بغض النظر عن المعتقدات الدينية أو الطائفية. رابع شيء دعم الحريات، ضمان حرية التعبير وحرية الأديان لكل المواطنين لتشجيع المشاركة الفعالة في بناء دولة عادلة وديمقراطية. لكن بصراحة في ظل سيطرة مجموعات متطرفة على السلطة، كل ما سبق صعب أنه يتحقق ما لم يكن مستحيلا. طيب، كيف ممكن للسوريين نفسهم يلعبوا دور بإعادة بناء وطن بعيد عن الدولة الدينية؟ السوريون هم المحور الأساسي في عملية بناء. أهم شيء الوعي الجماعي، تطوير وعي جماعي بين مواطنين حول أهمية العلمانية كمبدأ يحفظ حقوق الجميع. ثاني شيء العمل المدني، قيام منظمات المجتمع المدني الشباب والنشطاء بتأسيس برامج ومشاريع بتهدف إلى نشر ثقافة التسامح والمساواة. المشاركة السياسية من خلال دعم الأحزاب السياسية المعتدلة التي تتبنى العلمانية والتعمل من أجل دولة مدنية تعترف بتنوع المجتمع. التعاون مع القوى الدولية، لازم السوريين يسعوا لروابط مع الدول ومنظمات الدولية التي تدعم القيم الديمقراطية والعلمانية، مما يعزز فرص نجاح الانتقال إلى دولة علمانية. بالنهاية، البناء على أسس إنسانية وسياسية القوية هو مفتاح المستقبل، لكن هذا الشيء بيتطلب جهدا جماعيا طويل المدى. حابب خبركم شغلة. السبب اللي خلاني اني اعمل هيدا الحلقة عن موضوع العلمانية هو انه اخر فترة صرت عم تابع على التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي نقاشات وحوارات بين السوريين. للأسف لقيت انه في مغالطات كتير كبيرة وسوء فهم كتير فظيع لموضوع العلمانية. اللي انا عملته اني جمعت أكثر المغالطات وسوء الفهم حول العلمانية، جمعت لكم إياه ورح رد عليهم بشكل سريع قبل ما ننهي الحلقة. في ناس بيقولوا إنه العلمانية يعني الإلحاد ومحاربة الدين، فبدي أقول لهم العلمانية لا يعني الإلحاد، بل العلمانية يعني فصل الدين عن الدولة، مما يضمن حرية العقيدة لكل الأفراد سواء كانوا متدينين أو غير متدينين. العلمانية بتحمي كل الأديان وتضمن عدم تدخل الدولة في شؤون الدينية تماما كما تحمي من فرض الدين على السياسة. في ناس بيقولوا إنه العلمانية ضد الإسلام. العلمانية ليست ضد أي دين، بل تهدف إلى حماية حرية المعتقد للجميع بمن فيهم المسلمين. هناك دولة علمانية ذات أغلبية مسلمة مثل تركيا قبل التغييرات الأخيرة، وأندونيسيا،
الناس بتمارس دينهم بحرية أكبر مما هو عليه الحال في بعض الدول الدينية التي تفرض تفسيرات معينة للدين على الجميع. في ناس بيقولوا العلمانية بتستهدف القيم الأخلاقية للمجتمع. الرد أنه الأخلاق لا تأتي فقط من الدين، بل هناك قيم إنسانية عالمية مثل العدل، الحرية، المساواة، التسامح. هدول موجودين في جميع الثقافات والأديان. العلمانية لا تمنع الناس من أنه يكونوا أخلاقيين أو متدينين، لكنها تمنع فرض أخلاق معينة أو دين معين على الجميع بالقوة. ناس تانيين بيقولوا العلمانية مشروع غربي استعماري. العلمانية ليست حكرا على الغرب، بل ظهرت في عدة ثقافات بأشكال مختلفة. هناك دول غير غربية طبقت العلمانية بنجاح، عندك الهند واليابان. إضافة إلى ذلك الإسلام نفسه في بعض فتراته التاريخية شجع على فصل بين الشؤون الدينية والسياسية، مثل أيام حكم العباسي والأندلسي. في ناس بيقولوا المجتمعات المسلمة لا يمكن أن تكون علمانية. لا يوجد سبب يجعل العلمانية غير قابلة للتطبيق في المجتمعات المسلمة. في الواقع العلمانية قد تكون الحل الأمثل لحل النزاعات الطائفية وضمان حقوق الجميع دون تمييز. دولة مثل تونس ومثل أندونيسيا طبقت أشكال من العلمانية مع الحفاظ على ثقافة الإسلامية. كثير ناس بيقولوا أنه العلمانية تعني منع الحجاب ومنع ممارسة الشعائر الدينية. العلمانية ما لها علاقة، لا تعني فرض قيود على الحريات الدينية، بل تعني حماية حرية المجتمع في ممارسة دينهم أو عدم ممارسته. وأحسن شيء سمعت لك واحد عم بيقول أنه الدين هو أساس العدالة والعلمانية تعني الظلم والفوضى. عزيزي، العدالة لا تعتمد على الدين فقط، بل على قوانين تحترم حقوق الجميع بالتساوي. في بعض الدول الدينية مثل إيران والسعودية يتم انتهاك حقوق المرأة وأقليات باسم الدين، بينما في دول علمانية مثل دنمارك يتمتع الجميع بحماية قانونية بغض النظر عن دينهم أو جنسهم. ناس تانيين بيقولوا أنه العلمانية لا تحترم إرادة الأغلبية الدينية. العلمانية تحترم إرادة الأغلبية، لكنها تضمن أيضا حقوق الأقلية. لو كان الحكم يعتمد فقط على الرأي الأغلبية، فماذا عن حقوق الأقليات الدينية؟ العلمانية تضمن عدم اضطهاد أي طرف بغض النظر عن عدد أفراده في المجتمع. في شريحة من الناس فهمانة أنه العلمانية تؤدي إلى انحلال أخلاقي ومجتمع فاسد. لا يوجد دليل على أن المجتمعات العلمانية أكثر فسادا أخلاقيا من المجتمعات الدينية. في الواقع بعض الدول الأكثر أمانا واستقرارا مثل السويد والنرويج ودنمارك وكندا هي دول علمانية. الأخلاق تعتمد على التعاليم والقيم الاجتماعية وليس فقط على الدين. في واحد شاطر لقيته كاتب انه العلمانية هو استبداد لانه بتفرض قيما معينة وبالقوة. على العكس يا عزيزي، العلمانية تضمن حرية الفكر والدين، بينما الدولة الدينية تفرض تفسيرا معينا للدين على الجميع. العلمانية تعطي الجميع الحق في اعتقاد الشخصي دون تدخل الدولة، وهذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية. في رأي بيقول إنه الشريعة الإسلامية بتوفر حلولا أفضل من العلمانية.
برأيي الشريعة الإسلامية كمنظومة قانونية تطبق بشكل مختلف من بلد لآخر، وفي بعض الدول أدت إلى انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة والأقليات. العلمانية لا تعني رفض القيم الإسلامية. خليني أكرر، العلمانية لا تعني رفض قيم الإسلامية، لكنها توفر إطاراً يسمح للجميع بالعيش وفقاً لقناعاتهم من دون فرض تفسير ديني معين على الدولة. العلمانية تمنع تدريس الدين في المدارس. ما بعرف من وين جايبينها هي. العلمانية لا تمنع تدريس الدين، بل تمنع فرض الدين معين على الطلاب. في الدول العلمانية يمكن أنه يكون تدريس أديان مختلفة كمادة معرفية دون تفضيل دين على الآخر، مما يسمح للطلاب بفهم تنوع الديني واحترامه. في ناس بيقولوا أن الدولة الإسلامية يجب أن تكون دينية لأنه غالبية السكان مسلمين. بدي أقول لهم الدولة يجب أن تمثل جميع مواطنيها وليس فقط الأغلبية. لو كانت هذه الحجة صحيحة لكان من المنطقي أنه تفرض الدول الذات الأغلبية المسيحية أو الهندوسية دينها على الجميع، وهذا أمر غير مقبول. العلمانية تحمي الجميع بغض النظر عن العدد. العلمانية فشلت في الدول العربية، ما بعرف من وين جابوها هي، لكن لم يتم تطبيق العلمانية بشكل حقيقي في معظم دول عربية. الأنظمة التي ادعت إنها علمانية مثل نظام صدام حسين أو نظام الأسد كانت أنظمة استبدادية، استخدم دين أحيانا كأداة سياسية. العلمانية الناجحة تحتاج إلى ديمقراطية، تحتاج إلى عدالة اجتماعية، وليس مجرد شعار يستخدم لأغراض سياسية. الخلاصة، المغالطات حول العلمانية تنتشر بسبب سوء فهم أو الدعاية المغرضة. العلمانية ليست ضد الدين، بل هي الحل الأمثل لضمان التعايش السلمي بين جميع المكونات المجتمعية. تحقيق دولة علمانية حقيقية يعني بناء نظام قائم على المواطنة، المساواة والحرية، وليس على التمييز ديني أو طائفي. في النهاية، نقاشنا حول العلمانية ودورنا في بناء مستقبل سوريا بعيدا عن الصراعات الطائفية كان هي محاولة لنفهم التحديات والفرص اللي قدامنا. سوريا اللي مرت بحروب وصراعات اللي دمرت بنيتها الاجتماعية والسياسية تحتاج اليوم إلى إعادة بناء على أساس العدالة والمساواة، وأساسها هي العلمانية التي تضمن حقوق جميع مواطنيها بعيدا عن الدين أو الطائفة. إيجاد حلول لهذه التحديات يتطلب وعيا جماعيا وجهدا مشتركا من جميع الأطياف، سواء من داخل سوريا أو من السوريين في المهجر. العلمانية مش معناها ضد الدين، بل هي فصل الدين عن الدولة لضمان حرية المعتقد والحياة السياسية. الطريق مش سهل، وكلنا نعرف أنه قد يكون مليء بالتحديات، لكن إذا اجتمعنا على هدف واحد وهو بناء دولة لكل مواطنيها ففرصة النجاح تبقى قائمة. المهم اليوم هو أنه نؤمن بمستقبل أفضل ونشوف الفرص بدل ما نتمسك بالأزمات الماضية. رح يكون دور كل واحد منا أساسي في بناء هيدا المستقبل، ولما نبني سوريا علمانية نحن كمان بنقدر نبني مجتمع بيسوده السلام والتفاهم. هاي الحلقة كانت عن العلمانية وماذا يمكن أن تعني لسوريا. أتمنى أن يكون قد ألقيت الضوء على بعض النقاط المهمة وخليت كل واحد منكم يفكر أكثر بمستقبل اللي ممكن نبنيه سوا. سلام.